السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم معنا لكم فيديو مهم، لكن قبل أن نبدأ بهذا الفيديو فعلوا زر الإعجاب لكي يوصل إلى الجميع. آخر ظهور للولد صقر اليماني الذي في المملكة العربية السعودية اشتهر. نشاهد الفيديو ونرجع لكم. شوفوا يا جماعة مين معي؟ مين؟ صقر. يا مرحبا يا صقر، يلا حيا. كيف حالك؟ مبسوط؟ تمام؟ كيف شفت التفاعل الناس معك؟ ها؟ صرت كما شاهدتم متابعينا الكرام، طبعا هذا آخر ظهور له بعد ما اشتهر وبعد ما فتح الله عليه وبعد ما السعوديين دعموه واليمنيين ما قصروا معه. شاهدوا كيف تغير من صورته الأولى إلى صورته الأخرى. يعني اليمني الذي كان يستغل أمانة يا خبره ما نتشرف نقول إنه من اليمن، ونطالب يعني ننفذ فيه حكم ما قد نفذنا أحد فيه. يعني بيدردح بأبناء اليمن أمانة شرشح بني الذين بعدين هم خيرت معه، هي عصابة كبيرة. هذا اليمني هذا أمانة إنه هان كل يمني. بعدين السعودية يا أخي أمانة إنهم رجال السعودية المواطنين ما قصروا معه، فتحوا له مصنع عضو ومعاه دعموا التعب، والذي تكفل بيت واللي تكفل يعني أمانة دعمه والله إنه يستحق واكثر من هذا. طبعا انا كان حبيت انا اوضح لكم بسبب اليمني الذي كان يشحث به. ضروري يخرجوا الصلينا، يخرجوا صل اليمن احنا نتفاهم معه. انا كدو حكما ما يتفاهموش على ان الولد مشهور السعودي، يخرجوا الصلينا اليمني واحنا نتفاهم معه. امانه لا نسلخ السلخ، لا نخلي يبصروا ما حريوه. هذا السفيه هذا دردح بالشعب اليمني وابناء الشعب اليمني، وجد هذا الولد صك مسكين يتيم. أمانة الكلمة ما بسرت الفيديو إن أنا انقهرت. طبعا هذا اليمني لازم يخرجوه لا عندنا وإحنا نتفاهم معه. هذا كلامي الذي حبيت أنا أوصله لكم، وتحياتي للرجال، واشتركوا بالقناة إن لم تكونوا مشتركين، وانتظروا كل خبر جديد.